اللي كانت بتقول على إيران عميلة دلوقتي بيحسسوا على الديل. ليه؟ لأن بكل بساطة ما ينفعش دولتين يكونوا عاملين اتفاقية وهيضربوا بعض ويقتلوا العلماء والكلام ده كله، فكل النظريات المؤامرة اللي بقالها 10 سنين يا ريت ترميها في الزبالة. طيب دلوقتي لازم تفهم بقى إن الموضوع كله فلوس، أوكي؟ طيب هنبص مين متضرر كدول ومين عاوز إيه يحصل عشان تبقى فاهم بس الوطن العربي بيحصل فيه إيه. دلوقتي في حاجة اسمها مضيق هرمز، ده لازم تفهمه إن ده أهم حاجة في الليلة. هو ومضيق باب المندب. باب المندب مقفول من الحوثيين، خلاص تمام. طيب والناحيه الثانيه مضيق هرمز هيحصل ايه؟ ده بيأثر على ايه؟ ده بيأثر على مستخرجات او التصدير بتاع كل السلع والبترول بتاع السعوديه، الامارات، ايران، قطر، البحرين، الكويت. انت فاهم اللي بيحصل؟ طيب ايران عملت ايه؟ عملت ان البترول بتاعها نقلته بقى بيطلع من بره مضيق هرمز، والباقي بتطلعه للصين بمراكب. فصباح الفل، ايران كده مش هتتضرر من اي حاجه لو حصل اي حاجه في مضيق هرمز. طيب في الكورنر كده بتاع المضيق هتلاقي ايه؟ هتلاقي قاعده جويه لسه معموله وقاعده دفاعيه لسه معموله بتاعه مين؟ بتاعه ايران. ده معناه ان بكل بساطه هم هيقفلوا المضيق. لو حصل قفل المضيق، وده اللي اساسا مخوف السعوديه والامارات ومخليهم قلبين على ايران، مش موضوع ديني ولا موضوع اي حاجه، هنا موضوع فلوس. انت لو انا روحي في ايديك انت هتستغلني. طيب فاللي هيحصل كالاتي، ان الامارات والسعوديه مصلحتها ضد ايران كماليا، فهتلاقي اللي بيحصل ايه؟ ان هم بيسبورتوا الطرف الاخر، وده مش عقلاني حتى. طيب ليه؟ لان بكل بساطه لو الاخ الصهيوني نجح في الضربه بتاعت ايران هيبقى هو كبير المنطقه. ليه؟ ما انا اللي هحميكوا يا جماعه، ده هم ممكن يقفلوا لكم المضيق. يبقى مصلحه مين مع مين؟ كده انت فهمت مين مصلحته مع مين. طيب كويس قوي. بعد كده نخش بقى، طيب هل في الترناتيف لو مضيق هرمز اتقفل؟ طيب البلد الوحيده اللي هتقدر تطلع اي حاجه هتبقى السعوديه. ليه؟ عشان عملوا خط تحويل 2.5 مليون برميل في اليوم، وده ولا حاجه بالنسبه لتصديرهم عشان تبقوا فاهمين. يقدروا بعرض السعوديه وبعد كده من البحر الاحمر يعدوا من قناه السويس من عندنا. طبعا احنا من عندنا لازم نحط ايه الرقم في 10. ودي اهميتنا بقى دلوقتي. ليه؟ لان بكل بساطه الرقم ده لازم هيطلع لاوروبا عشان التدفئه. فحضرتك احنا داخلين على الصيف، وعشان كده الميعاد اللي هو كنت انا عامل فيديو بنفس التفاصيل دي من سنه او مش من سنه، على الشتاء، قلت لو ده حصل دي تبقى مصيبه. يبقى التاجيل بتاع حاجه زي كده كان عشان البترول لو ما راحش في الشتاء الناس هتتجمد، لان ده كونستنت سبلاي، ودي مصيبه بجد. اوكي طيب هتيجي نشوف مصر بقى قوتها في ايه. مصر قوتها مبدئيا عشان تبص بس على الخريطه عامله ازاي. مصر هنا، اوكي، وبعد كده عندك فلسطين هنا، وبعد كده الاردن وسوريا، وبعد كده مسافه كده شويه وايران. اوكي فحضرتك ايران مسيطره على الحته دي. اوكي يعني ايه؟ يعني هي كانت عامله ديل مع سوريا فهي ماسكاهم، فهي بتخش على اسرائيل من فوق، وبعد كده في نفس الوقت او كان المحتل، انا اسف في الكلام برضو. اوكي وايران نفسها ماسكه، مش بتعمل حاجه في المنطقه، بس انا الكبير بتاعت الحته دي. فالسعوديه والامارات والكويت وكل الحته دي اللي بتخرج بترولها خايفين. طيب حلو قوي. فمين اللي بيحميهم؟ الاخت. فطبيعي ان هم هيبقوا عاملين ايه؟ لا احنا هنحميكوا. ليه؟ لان احنا هنتفضح في حاله ان انت خسرت. طيب احنا المفروض نبقى مع مين؟ طبعا نبقى مع ايران، عشان بس نبقى واضحين. احنا مش عايزين كيان محتل في وسطنا. اوكي ده من الاخر عشان بس نبقى يعني عشان تفهم انت مع مين ليه. طب مين مهم جدا في الحرب زي دي؟ هي الحلفاء. مين الحلفاء بقى بتوع ايران؟ هتلاقي باكستان. باكستان جامده جدا. ليه؟ لان بص هي اختبرت اللي كان بيحصل في باكستان. ده كان واضح ان هو مقصود. اما تيجي تقول لي انت ضربتني وانا ما ضربتكش اصلا، وتيجي تعمل معايا حوار، يبقى ده انت مزقوق. مين الحليف بتاع الهند اللي ضرب في باكستان، او يعني اللي عمل حوار مع باكستان؟ اسرائيل، او اللي هو كان المحتل، فهو اكيد زقه عشان يعمل ده مع باكستان. طيب كويس قوي. باكستان جابت لورا؟ لا، باكستان دخلت. طب هل الهند هل هتضحي بحرب وفلوس والكلام ده كله عشان الكيان المحتل؟ لا، لانها عارفه ان ظروفه ضايعه اليومين دول. طب هو مين اللي قلب على الكيان المحتل؟ اوروبا. طيب واحنا مسكنا في ايد مين؟ احنا دلوقتي مسكنا في ايد روسيا. ليه يا باشا؟ انت مش هتيجي تاخد مني قناه السويس وتقول لي ما اتكلمش. فصباح الفل، فانا ماسك الدنيا صح، وايران حبيبتي دلوقتي.
فتغيير المصالح في السياسه هي مصلحه الدوله ومصلحه الامه العربيه والاسلاميه، هو ده اللي بيحصل. فعشان كده هو هتلاقي المصالح متضاربه، كل واحد انا عاوز ده يكسب وده عاوز ده يكسب عشان مصلحه يا اما بلده يا اما شعبه يا اما يعني وات ايفر. فانت تيجي تشوف دلوقتي ليه باكستان مهمه، لان باكستان بعد ما جربت الحته بتاعت الحرب دي هي اوريدي عندها نووي، دي مش دوله هبله. اوكي، وفي حاله ان حاجه هتحصل هي عادي جدا ممكن تخش تضرب، ولسه عاملين اللي هو المؤتمر بتاع الامه الاسلاميه، فلو هم عملوا حاجه اسمها دعوه جهاد، انت بتتكلم دلوقتي هي دي قوه اساسا المسلمين. اوكي، عشان نبقى واضحين، احنا داخلين على 2 مليار، احنا مليار و900 مليون على مدار العالم كله. دعوه زي دي 1% اللي يدفعوا فلوس 1% يحاربوا، انت مش فاهم الارقام هتبقى عامله ازاي. الارقام مجحفه مجحفه لدرجه ان انا مش هقعد اقولها لك، لو قعدت تحسبها انت هتلاقي ارقام والله العظيم مش طبيعيه. اوكي، احنا كتير ومعانا فلوس كتير الحمد لله وعندنا بس الفكره ان باكستان ممكن تبتدي حاجه زي كده، واوريدي عندهم فوق ال 100 مليون مسلم اصلا، يعني فاهمني، اكتر على ما اظن يعني. لا داخلين في النص مليار حاجه كده يعني. فالمهم فلازم نفهمه احنا مع مين ليه. اوكي، الكيان المحتل بيلعب في عداد عمره ليه؟ بان بكل بساطه ان السيستم بتاعه مش قوي. ليه؟ السيستم بتاعه ده بيخترق بطريقه معينه، ايه هي؟ فاي حتى لعبه جيمز، يعني لان الجيمز دي بتبقى زي بتسيميوليت الحقيقه، بتعمل محاكاه للحقيقه. فانت لازم تتعلم من اللعب لما يكون حته محصنه من الجو بتعمل ايه؟ بتبعت لها حاجات كتيره قوي، حاجات كتيره معظمها ملوش لازمه، وفي النص في حاجات ليها لازمه قويه جدا. الحاجات اللي ليها لازمه لازم تنزل على مواقع معينه. يعني ايه مواقع معينه؟ يعني انا لازم اشيلك. طيب ايه المواقع المهمه في الكيان المحتل ان هو يتشال؟ كهرباء، ميه، ده اللي لازم تعرفه في اي حاجه. لو انا وقفت لك دول انت بقيت تحت رحمتي. طيب الكيان المحتل عنده سورس للكهرباء مين 80% اللي هو المفاعل ديمونا، ده لازم يعني فوكس عليه، خلصه باي طريقه. لو خلصته خلصت الليله، اسرائيل ما فيش حاجه، خلاص باي باي، ما فيش اي سيستم هيشتغل. طيب حاجه الميه عندهم 2 سورسز للميه، الاثنين التنكين اساسا، التنكات الميه دي بتاعت التحليه عند اسمه ايه ده، عند البحر. اوكي، ومواقعهم معروفه، دي المواقع اللي المفروض تتضرب ليه؟ لان دي اهم حاجه. طيب هم عندهم الايرون دوم دي جموديتها في ايه؟ لازم تبقى فاهم برضو الايرون دوم دي اللي هم عاملين اللي هي القبه الحديديه اللي عمالين يتكلموا عليها بتشتغل ازاي اصلا، وايه نقط ضعفها وايه نقط قوتها. طيب القبه الحديديه عباره عن 3 اجزاء، جزء اي اي، جزء صواريخ، وفي جزء بطاريات غالبا. اوكي، الفكره في ايه؟ ان سوري، رادار. الجزء الرادار بيديتكت، وبعد كده الجزء الاي اي بيحلل اذا كان ده هينزل على حاجه منشاه حيويه ولا نقدر نسيبه هيقع في الارض اصلا، او ده حاجه بجد او حاجه فيك. بيقيسها على اساس ايه؟ بارامترز كتير، السرعه والحراره وحاجات كتيره جدا، فيقدر يحدد على اساسها. طيب والجزء الثالث الصواريخ، عنده 10 صواريخ، كل صاروخ بيتقسم اما بيتضرب ما بيخبطش في الهدف، بينفجر جنب الهدف، بيتقسم ل 10 صواريخ. اوكي، عشان لو اهداف كتير يقدر يجيبها. طيب فهو ساعته 100 صاروخ. اوكي، في قد ايه؟ في بتاع مش عارف 10 دقائق حاجه كده، والسكيماتكس دي اونلاين، فيعني انا دي مش معلومات سريه ولا اي حاجه. اوكي، طيب فانت عشان تفلد وتقدر تعمل ايه؟ تقدر تعمل حاجات درونز كتير، صواريخ كتير، مش عارف ايه كتير، يخلص اللي عنده عقبال ما بيشحن ويغير وبتاع، تبقى عديت. طيب اسمه ايه ده، حزب الله كان بيعمل فيهم ايه؟ كان بيروح يدمر البطاريات بتاعه الايرون دوم على الارض. هو ده كان اللي بيحاولوا يعملوه دايما. ليه؟ عشان انا لو كسرت لك حته خلاص ما بقاش مجال جوي هقدر اعدي منه، زي الدرونز اللي عدت وحاجات كتير عدت. اوكي، وده بيوريك ان الدنيا مش 100% امان والكلام، احنا عدد واحنا اقوياء الحمد لله. بس الصح ان احنا كده بقى ايه، احنا بنساند، وان شاء الله ان شاء الله الدنيا بقى نشوفها تتغير. بس انت لازم تبقى فاهم كل واحد مصلحته مع مين، وبيعمل حاجه بيعملها ليه. مفيش حد بيعملها من اجل كده، كل واحد عنده معلومات زياده او عنده اسمه ايه ده، استهداف لحاجه زياده، بيبقى بيدير دولته او بيدير الموقف السياسي بطريقته المعينه، بحيث ان هو ما يخسرش شعبه، وما يخسرش حاجات بره ايديه، لان في معادلات سياسيه ما بين فلوس وما بين اقتصاد وما بين حاجات كتيره قوي، دي بتروح بتبقى غصب عنك، فانت بتبقى ماسك زي العصايه من النص. ده من وجهه نظري يعني.
اوكي، برضو انتوا قولوا لي ايه رايكم في الحرب، وان شاء الله نكسب يا رب. ندعي وندعي للفلسطينيين يا رب يا رب يا رب يا رب، هون عليهم، وان شاء الله قريب يبقى يعني عارفين ياكلوا ويشربوا، الدنيا تبقى احلى بكتير يا رب.